السلام عليكم. هنكمل مع بعض الجزء الثاني في ليسن 1 ثالثه اعدادي. كنا خدنا المره اللي فاتت جزء النوع الاولاني في الكيميكال رياكشن اللي هو الثيرمال ديكومبوزيشن. النهارده داخلين نتكلم عن النوع الثاني اللي هو السبستيتيوشن. السبستيتيوشن معناها احلال، معناها استبدال. النوع ده من الكيميكال رياكشن مقسوم نوعين، نوع سيمبل وده اللي هنبدأ بيه النهارده، والنوع الثاني اللي هو الدبل. يبقى انا داخل اخد النوع الثاني في الكيميكال رياكشن. الكيميكال رياكشن عندنا في المنهج 3 انواع. النوع الاولاني اللي انتهى الحصه اللي فاتت الثيرمال ديكومبوزيشن، ولما الليسون يخلص خالص هننزل شيت حل كده ان شاء الله تعالى. والثيرمال ديكومبوزيشن الاسلوب بتاعه انه كان كومباوند بيتعرض للهيت ويتفكك يا اما للبرايمري اليمنت يا اما للسيمبل كومباوند ذان ذا اوريجينال. داخل اتكلم معاك على السبستيتيوشن اللي هو الاستبدال. قال لي نبدا باول نوع اسمه سيمبل سبستيتيوشن. السيمبل سبستيتيوشن الهيئه متغيره تماما. قال لي بجيب اليمنت بلس كومباوند. بص المنظر اتغير خالص ازاي. انا هفاعل اليمنت مع كومباوند، يعني الجزء الرياكتنتس الهيئه بتاعته اتغيرت تماما عن الهيئه بتاعت الثيرمال ديكومبوزيشن. حاجه بلس حاجه. والله يا دكتور بعمل دايره حوالين ده ودايره حوالين اول اليمنت جوه الكومباوند. لو الاليمنت الاولاني اكتف عن الاليمنت اللي موجود في اول الكومباوند هيريبليسه، هيسبستيتيوت، هياخد مكانه ويطرده بره ويخش مكانه بس على حسب الفالنس. يبقى انا بقارن الاليمنت الاولاني مع الاليمنت اللي موجود في اول الكومباوند. لو هو اكتف انا هكمل الرياكشن، انما لو الاليمنت ده ليس اكتف زي ما هنشوف في اكتر من اكزامبلز من اولها كده نو رياكشن، يبقى انا بتعامل مع السمبل سبستيتيوشن. السمبل سبستيتيوشن معتمد ان الاليمنت يكون اكتف عن اول اليمنت جوه الكومباوند، ساعتها التفاعل هيتم. يعني انا معتمد اعتماد كلي على حاجه اسمها كيميكال اكتيفيتي سيريز. كيميكال اكتيفيتي سيريز. قلت له مين الكيميكال اكتيفيتي سيريز دي اللي المفروض كل ثالثه اعدادي تكون حافظاها بالترتيب. انا عباره عن ارينجمنت، ترتيب لميتالز in descending order من الكبير للصغير according الاكتيفيتي. انا بادئ بالكي، بوتاسيوم، Na صوديوم، باريوم، كالسيوم، مغنيسيوم. انا البوتاسيوم مونوفالنت طبعا، والصوديوم مونوفالنت، والباريوم دايفالنت للي مش حافظ، والكالسيوم برضو دايفالنت، والمغنيسيوم دايفالنت. ادي اول 5 تنفار بالترتيب يا دكاتره descendingly من الكبير للصغير. يعني وانا نازل الكيميكال اكتيفيتي بتقل، يعني الكبير بوتاسيوم انزل هتبدا قدرتك على الدخول في الكيميكال رياكشن تتضاءل تقل. يبقى بوتاسيوم، صوديوم، باريوم، كالسيوم، مغنيسيوم، الزنك والايرن. انا الزنك داي والايرن اتفقنا ان هو في منه داي وفي منه تراي، بس الايرن اللي مفعل في ثالثه اعدادي احنا شغالين مع الايرن الداي. بوتاسيوم نطقا بوتاسيوم مونوفالنت بالمره عشان ابقى كتبتهم كلهم، والصوديوم برضو مونوفالنت، وادي الباريوم وادي الكالسيوم وادي المغنيسيوم وادي الزنك وادي الايرن. انا بقرر ان الايرن ليه 2 فالنسي بس انا اللي مفعله عندي اللي هو الدايفالنت. وعندي التن وعندي الليد، وبعدين عندي هنا كده الهيدروجين، وهقول لك ليه انا دورته. تحت الهيدروجين في كبر، وادي الميركوري
وادي السيلفر وادي البلاتينيوم وادي الذهب بالراحه خالص يا فندم. طبعا الكبر داي فيلنت، والميركوري عدى عليا برضه هو كمان داي فيلنت، والسيلفر بالمره مونو فيلنت. انا مش محتاج البلاتينيوم ومش محتاج الجولد. وانت نازل يا دكتور الكيميكال اكتيفيتي بتبدا تقل. بفكرك ان الكيميكال اكتيفيتي سيريس ارينجمنت الميتالز. امال ايه اللي حط الهيدروجين هنا رغم ان الهيدروجين نون ميتال؟ قال لي لان الهيدروجين داخل في المركبات اللي هتبقى اسمها اسيد اللي انا هتفاعل معاها، اللي لازم يكون اولها هيدروجين، وداخل في الووتر. رمز الميه اصلا H2O، بس يفضل انك تتعامل معاها زي ما هنشوف HOH. فيا ترى بقى الهيدروجينه دي انا هعرف اخد مكانها؟ قلت له اي اليمنت من دولت هيعرف يعمل ريبليس للاتش اللي تخص الاسيد او الاتش اللي تخص الميه. يبقى حطوا الهيدروجين جوه الكيميكال اكتيفيتي سيريس. ليه؟ لان الهيدروجين كإليمنت مشترك في تكوين كومباوندات زي الاسيد، عايز اعرف هتعامل معاها ولا لا، زي الووتر عايز اعرف اذا كنت هخش اتفاعل مع الميه ولا لا. والله يا دكتور لو الاليمنت بتاعك بيفور قبل الهيدروجين ان الكيميكال اكتيفيتي سيريس هيريبليس الهيدروجين، هيطرد الهيدروجين بره. انما لو هو من اللي تحت كبر وميركوري وسيلفر وبلاتينيوم، الناس دي دونت رياكت ولا مع الاسيد ولا مع الووتر. تاني، انا الهيئه بتاعت السيمبل اليمنت بلس كومباوند بلس. قلت له لو الاليمنت بتاعي اكتف انا هطرد الاليمنت ده اطلع بره واخش اقعد مكانها. لو الاليمنت بتاع حضرتك ليس اكتف، يعني من الناس اللي موجوده في اللو، انا مش شغال معاك اساسا. قلت له تمام. قال لي انواعك ايه يا فندم؟ قلت له اول نوع، لان انا ليا 3 انواع، بالله عليك احفظ مسمى النوع. قلت له اكتف ميتال، داخل العب مع الووتر، يا ترى هيتكون ايه؟ قلت له اديني اكزامبل اللي عندي. قال لي الصوديوم بلس ووتر. تعال نشوف رد الفعل. بص المنظر اتغير خالص عن الحصه اللي فاتت. صوديوم Na بلس الميه H2O. بس عشان اعرف احل المعادله دي انا هستأذن الميه، انا هكتبها HOH، معادله من المعادلات المهمه. انا ال H2O اصلا الميه مجمعه H بوزيتيف OH نيجاتيف. الميه اصلا عباره عن H بوزيتيف متاخده من الاسيد، والاو اتش النيجاتيف اللي متاخده من البيز، وبنكتبها على هيئه H2O. يعني علميا الميه رمزها HOH عشان افهم التفاعل. يا ترى الاليمنت اللي هيتحط جوه الميه هيريبليس الهيدروجين ولا لا؟ قلت له لو اكتف انا هيريبليس. كنا كاتبين من شويه الكيميكال اكتيفيتي سيريس. الصوديوم هيتفاعل يا فندم، الصوديوم هيتفاعل يا فندم، هيريبليس الهيدروجين، اطلعي بره. قلت له الهيدروجين لما بتطلع لوحدها ما بتتكتبش اتش، بتتكتب H2 ايفولفز، وبيعمل بيرنز ببوب ساوند. ضمه للجازز اللي انت عملت لها ديتكت. الحصه اللي فاتت انا عملت ديتكت للاكسجين بالبيرنينج ماتش، جبنا البيرنينج ماتش وقربناها للاكسجين حصل انكريز. جبنا اللايم ووتر وقربتها للكربون دايوكسيد حصل تربيديتي. النهارده لو جبت البيرنينج ماتش وقربتها للهيدروجين وهو خارج هيحصل بوب ساوند، فبكتب بلس هيت. انا خدت مكان الاتش بتاعت الووتر. اتبقى مين يا مستر دخل يقعد معايا؟ قلت له الان ايه داخله تقعد جنب الاو اتش. مونوفيلنت ومونوفيلنت ده بقى حفظ مش بتاعتي انا. فلما بدلت كتبت NaOH. يعني الميتال الاكتف لما لعب مع الميه جاب الميتال هيدروكسيد اند هيدروجين جاز ايفولفز. لو انا قلنا ايه هطلع NaOH، لو انا كي هطلع KOH. يبقى الاكتف ميتال لما يلعب مع الميه الناتج ايه؟ قلت له الناتج هيدروجين جاز لازم. ما انا هطرد الاتش.
انا هطرد الاتش ده اذا كنت اكتف، وهيتبقى اسم الميتال ومع عيله الهيدروكسيد. يعني لو سئلت يا دكتوره عن نوع المركب اللي اتكون، انا هبقى الكلاي لان معايا الهيدروكسيد. انا محتاج اعمل بالانس، قلت له دول 2 هيدروجين ومعايا اوها وبره في اوها بس في ادي هيدروجين وادي 2، يبقوا 3، اشتغل معايا. قلت له انا هحط هنا 2 فاصبحت الصوديوم 2، فهيبقى هنا الصوديوم 2. لقيت نفسي الاو اصبحت 2، قلت له هضرب انا كمان في 2 فالاو اتظبطت والاتش اصبحت 4. ادي 2 و2 4، يعني المعادله على بعضها بالشياكه لوحدها كده اهي هتبقى 2Na بلس 2 ووتر. انا طلعت بره 2NaOH بلس ال H2 ايفولفز بلس الهيت. الرياكشن ده في بريكويجن، في تحذير. قلت له ايه التحذير؟ قال لي في بوب ساوند وهيت هتنتج، فيا ريت يوز سمول بيس اوف صوديوم. يعني كل ما حته الصوديوم اللي هتستخدم كانت كبيره، كل ما يحصل انتاج للهيدروجين جاز بمعدل كبير وبوب ساوند بمعدل كبير. عشان كده زمان في اولى اعدادي كانوا بيقولوا ان الصوديوم كبت اندر سيرفاس اوف كيروسين. بيجيبوا كوبايه كده ويملوها سائل اسمه كيروسين ويحطوا ال Na عشان بريفنت، امنع التعامل مع الاير، لان الاير فيه ووتر فيبور. جيف ريزون، مش في المنهج، لا في المنهج يا فندم. صوديوم كبت بيتعان اندر الكيروسين تو بريفنت ذا رياكشن وذ الاير وذ الووتر فيبور. لو في حريقه صوديوم ارمي عليها ميه؟ قلت له طبعا لا، لان كل ما الصوديوم هيترمي عليه ميه هينتج هيدروجين جاز ويعمل بيرنز وبوب ساوند. يبقى الرولز ان لو اكتيف ميتال، واقصد بالاكتيف ميتال دول اكتيف ميتال، لو اتحطوا في الميه انا هتفاعل. طب هتتفاعل ازاي؟ قلت له لو اكتيف ميتال تفاعل مع الووتر انا هطرد الاتش والميتال هيخش جنب الاو اتش، يبقى اكتيف ميتال مع الميه انا هجيب الميتال وعيله الهيدروكسيد وده كومباوند نوعه الكلاي. لو سئلت عن النوع هبقى الكلاي، لو سئلت عن النوع هيبقى الكلاي. تاني، في كام جيف ريزون انا قلتهم؟ انا قلت جيف ريزون الصوديوم kept under kerosene to prevent their reaction with the air. الصوديوم فاير، حرائق الصوديوم don't put out، مش ينفع تطفي بالووتر. نفس الكلام because الصوديوم react with water and the hydrogen gas evolved which burns with bob sound. يبقى طلعت بسؤال بايكويجن بمبدأ. وخد بالك كمان يا فندم انك كل ما استخدمت حد من التوب كل ما البوب ساوند هتبقى اقوى، يعني اقوى بوب ساوند هتبقى مع البوتاسيوم. كل ما المسافه يا ابني، كل ما الديستانس بين الريبليسد اليمنت زادت. بص الكي فين والاتش فين، بص الان اي وبص الاتش، بص المغنيسيوم وبص الاتش. كل ما هتقرب للاتش كل ما قدرتك على الرياكشن بتبدا تقل، لان الفرق في الاكتيفيتي بيقل. يعني الكي انشط واكبر واحد يعرف يطرد الهيدروجين بتاعت الووتر او بتاعت الاسيد زي ما هنشوف، انما الام جي يعرف يطرد الووتر. قلت له يعرف يطرد الاتش بتاعت الووتر بس على مهلي سلولي لاني قربت. يبقى الجمله مكتوبه كده في الكتاب as distance between substituted element. لما المسافه اللي بين الاثنين اللي انا ببدلهم ببعض كل ما المسافه هتزيد كل ما الرياكشن بقى فاستر. قلت له تمام. تعال نشوف الجمله او النوع الثاني. يبقى النوع الاولاني انا الاكتيف ميتال لعب مع الميه، وكنت اقصد بالميه الهيدروجين اللي موجوده في الميه. دلوقتي بقى انا داخل اخد اكتيف ميتال وهلاعبه مع الاسيد. قلت له الاسيد دي اللي هي اولها اتش، يعني برضو الجمله بتتكلم على الهيدروجين. لو انا اكتف عن الهيدروجين انا هطردها بره ويطلع الاتش 2
ويخش الميتال مكاني ويكون حاجه اسمها سولت اوف اسيد، وسموه سولت اوف اسيد لان انا مشتق من الاسيد. واداني اكتر من اكزامبل، اداني الاي ال مع الاتش سي ال، قال عليه ان هو ديليوتد، ان هو مخفف، ودي هيبقى ليها توضيح في الليسون الثاني. الزد ان هيلاعبه مع الاسيد، والسي يو هيلاعبه مع الاسيد. قلت له زي ما علمتني انا بحط دايره كده ودايره كده، ناخد واحده واحده. يا ترى الالومنيوم في الارينجمنت اقوى من الاتش؟ قلت له اه، انا لسه كنت كاتبها. يلا يا هيدروجين اطلع بره سيب مكان. قلت له هطلع بره بس ما بطلعش اتش، بطلع اتش 2، لان انا من الحصه الاولانيه ما بكتبش 1 اتوم. يا رب تكون ذاكرت. الاي ال هيخش يقعد، قلت له الاي ال تراي فيلنت والسي ال مونو فيلنت. سيزر قلت له اي ال سي ال 3. قلت له تمام كده تمام كده. واللي اتكون ده يا فندم نوعه سولت، لان مش اوله اتش ومش اخره او اتش وما فيهوش اكسجين اساسا، فلازم اعرف نوع الكومباوند. نوعه ايه؟ قال لي سولت. اسمه ايه؟ الومنيوم كلورايد. قلت له تمام. قال لي بالمره عشان خاطر ما ننساش الرياكشن بتاع الالومنيوم ده ديلي بيتاخر شويه، بيتاخر رغم ان الالومنيوم اكتف. طب بيتاخر ليه؟ قال لي الالومنيوم ده يا دكتور عليه طبقه اسمها الومنيوم اوكسايد، بريسنس اوف لاير اسمها الومنيوم اوكسايد تيك تايم، باخد وقت على ما الاسيد يشيلها 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 يشيلها، يظهر الالومنيوم، الرياكشن يبدا. يعني مثلا الرياكشن سريع ولا مش سريع؟ هو الرياكشن سريع بس بيتاخر شويه على غير العاده. هو المفروض يكون رياكشنه عشان هو اكتف، المفروض يكون الرياكشن سريع، بس اللي موجود كوميرسيكالي تجاريا في السوق مش نقي، مش بيور، عليه طبقه اسمها الومنيوم اوكسايد، بتاخد وقت من الاسيد على ما الاسيد يشيلها لك وبعدين الرياكشن يكمل. قلت له تمام. بالانس بالمره ماشي. انا معايا 3 كلوراين، قلت له انا هضرب في 2 عشان اخلي الكلوراين يبقوا 6. طب ما هو الالومنيوم يا مستر باظ منك يا مستر، بقى 2 يا مستر. قلت له خلاص انا كمان هضرب في 2. تمام جميل، الالومنيوم اتظبط. طب مستر السي ال بقت 6. قلت له هحط 6 وهضرب في 3 عشان ابقى 6 انا كمان. ادي اول ايكويشن. يا زد يا ان انت من الناس الاكتف؟ قلت له اه. يبقى انا قبل ما اتحرك انا هقارن اكتف هكمل، اطلع بره. الزد ان داخله تقعد مع الكلوراين مونو داي بدل، قلت له هبقى زد ان سي ال 2. بالانس يا مستر، قلت له كلوراين 2 هضرب في 2، ظبطت السي ال وظبطت الاتش، خلصت. والله الموضوع سهل. السمبل سبستيوشن اكتف كمل. انا اقل من الهيدروجين يا مستر في الكيميكال اكتيفيتي سيريز، قلت له خلاص يبقى نو رياكشن. يبقى النوع كله معتمد ان انا اكون شخصيه اكتف عن الهيدروجين، سواء هيدروجين ميه او هيدروجين الاسيد. والله من الاكتف انا هتعامل يا فندم وهكمل الايكويشن واخد بالي من موضوع الفالنس، وبالتدرج البالانس بيتظبط معاك واحده بواحده. بس حاول 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 اكتب الايكويشن واغلط وشوف واغلط وشوف واغلط وشوف. تمام. يبقى القاعده بتقول لانها ممكن تيجي كومبليت اكتف ميتال مع الاسيد، قلت له هنتج بره سولت زائد والهيدروجين. تمام يا مستر. ايه اللي فاضل؟ قلت له فاضل ان في اكتف ميتال هيتعامل مع السولت سوليوشن. قال لي كل النوع زي بعضه، هي مسميات بس. ادي الام جي لعب مع السي يو اس او 4 نفس الحركه. ادي الام جي وادي اول اليمنت. هتعرف تطردني؟ قلت له اه هعرف اطردك لان انا اعلى منك، انا هطلع بره.
وانا ميتال لوحدي، واي ميتال لوحده يكون برسبيتيت، ميتال لوحده برسبيتيت لونه ريد، زوده في الحفظ. وهخش اقعد مكانك، قلت له الام جي داي والاس او 4 هي كمان داي، فلما بدلت بعد ما شلت السمبليفاي كتبت ام جي اس او 4. يا سلام بقى لو اتكتب كلرلس واتكتبت انا هنا بلو، في تغيرات حصلت. ايا كان السؤال في الجيفريزون انا هكتب الايكويشن الاول. هو ليه المغنيسيوم دخل في رياكشن؟ ده هو كده مجاوب السؤال. طالما المغنيسيوم دخل يبقى عشان انا اكتف ذان الكبر او ذان الاليمنت اللي موجود. هو الكومباوند اللي انتج ده نوعه ايه؟ قلت له نوعه سولت اند ميتال بقى برسبيتيت. انا عملت رولز، فكرت انت تعملها؟ انا استنتجت، ما حفظتش. مستر هو لو كتب سي يو اس او 4 بلس ام جي، هو كده الام جي ياخد مكان الام جي؟ ياخدك ربنا، ياخد مكانه فين؟ ياخد مكانه فين؟ ده الام جي واقف لوحده، ده هو عكسها بس. افهم الفكره، element زائد كومباوند. لو هو عكسها لك يا عم اعملها انت وشوف الدنيا ماشيه ازاي. اعملها انت وشوف الدنيا ماشيه ازاي. اعكسها ورجعها لاصلها. انا element replace element in a compound. الجمله بتقول او الديفاين بتاع السمبل substitution ان انا kind of chemical reaction in which element طبعا لازم يكون active substituted ياخد مكان element in a salt solution. يعني اخد مكانك وسط كومباوند، مش اخد مكانك وانت واقف لوحدك. يعني دي عادي جدا. هل الام جي ينفع يطرد السي يو؟ قلت له اه ينفع يطرد السي يو. يبقى النوع بيتكلم عن ايه؟ قلت له النوع بيتكلم عن ايه؟ قلت له النوع بيتكلم على لو انا اكتيف ميتال زي الاي ودخلت على كومباوند زي البي سي، انا هعمل رياكشن واطرد البي واخش اقعد مكانه. الكومباوند ده يا دكتور حاجه من 3 حاجات. كان في البدايه ميه اللي احنا استاذناكم نكتبها HOH، وشوف انا اكتب عن الاتش ولا لا. يا اما اسيد اللي هو عباره عن اتش وحاجه، يا اما سولت وليكن اللي هو البي سي مثلا. يا ترى بقى الاليمنت بتاعك اكتف، طرد الاتش بتاعت الووتر، طرد الاتش بتاعت الاسيد، طرد الاليمنت الاولاني في السولت، واكمل الايكويشن. ده كده ملخص السمبل سبستيوشن. بس الموضوع بيجي فوازير. يعني في سؤال الناس كلها شافته في الكتاب، السؤال بيقول مثلا، السؤال بيقول نوت، اوعى، كيب، تعين السيلفر نايتريت ان الالومنيوم كونتينر. انا اتخضيت لما شفت السؤال. لا انا بالراحه خالص، انا معايا الومنيوم كونتينر، معايا كوبايه معموله من الالومنيوم واتطلب مني اعين جواها ده. قلت له مش هينفع يا فندم، لاني لما حولت الكلام يا دكتور لايكويجن لقيت ان الالومنيوم مور اكتيف ذان السيلفر، فطردت السيلفر بره واعمل برسبيتيت ودخلت قعدت مكانه. قلت له مكانه دي يعني ايه؟ قال لي يعني الايه اللي هيقعد مع ال NO3 اللي هو المونو وانا التراي، فهكون AL NO3 الكل 3. يعني ايه؟ قال لي يعني مش هينفع تعين لان هيحصل بينا كيميكال رياكشن وهيحصل اروجن، تآكل للكونتينر، الكوبايه باظت. اللي دخلنا مع بعض في كيميكال رياكشن، وانا لما المفروض لما اعين حاجه جوه اجي اخدها الاقيها زي ما هي. فلما يقول لك مش ينفع اعرف ان حصل رياكشن. طب لما يقول لي نفع يبقى مش هيحصل رياكشن. واعمل بالانس. هنا مجموعه ال NO3 على بعضها متكرره 3 مرات، رحت ضاربها في 3 عشان اكررها انا كمان 3 مرات. لقيت الاي جي اتكررت 3، رحت جاي بره ضاربها في 3. انا كده خلصت. وفي الشيت الحل هنبقى نوضح شويه افكار للجبريل، بس نذاكر الاساسيات.
النوع الثاني في السبستيتيوشن اسمه دبل سبستيتيوشن. الفكره اتغيرت خالص يا فندم. انا هجيب كومباوند واجيب كومباوند تاني خالص. اي كومباوند زي ما اتفقنا مع بعض في المره اللي فاتت ان اي كومباوند البارت الاولاني بوزيتيف والبارت الثاني نيجاتيف. البارت الاولاني بوزيتيف والبارت الثاني نيجاتيف، يبقى اي كومباوند لازم الجزء الاولاني يكون بوزيتيف. اعمل دبل اكستشينج، تبادل مزدوج. هتكون 2 كومباوند جداد، لازم الاولاني يكون بوزيتيف، يعني الاي بدات بيه خدت دي بقى المره دي، والسي هبدا بيها هياخد البي. يبقى الدبل اكستشينج قال لي انا الدبل سبستيوشن اقصد انا دبل اكستشينج between ions of two compound. انا عملت دبل اكستشينج بين الايونز بتاعت 2 كومباوند بروديوسنج 2 نيو كومباوند. يبقى بص بالله عليك، الكومباوند لما تسخن ده كان المنظر النوع الاولاني اللي هو الثيرمال ديكومبوزيشن، كومباوند وبيتفكك وحفظ الوان. انما بدانا النهارده بان انا اكتف وداخل العب مع كومباوند وان الاليمنت بتاعها هيطرد اول اليمنت، ده السمبل سبستيتيوشن. انما دلوقتي الموضوع اتغير، اسمي دبل سبستيتيوشن. ليا 3 حالات. اول حاله مع الكلاي. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. قلت له ده اول نوع في الدبل سبستيتيوشن، لان الدبل سبستيتيوشن انواع. قلت له الاسيد فور اكزامبل هيدروكلوريك اسيد، الالكلاي فور اكزامبل NaOH. قلت له يلا بقى، البارت الاولاني بوزيتيف والتاني نيجاتيف، الاولاني بوزيتيف والتاني نيجاتيف، البوزيتيف هياخد النيجاتيف والبوزيتيف ياخد النيجاتيف، هطلع بره NaCl وميه. قلت له خد بالك من حاجه بمنتهى الهدوء، ان اي اسيد لازم يكون اوله اتش اللي هي البوزيتيف، واي الكلاي لازم يكون اخره او اتش، ولازم الاثنين دول يتقابلوا. يعني الاسيد مع الالكلاي لازم اكون ووتر، وهيتبقى لك بوزيتيف مع نيجاتيف هيديك ملح. يا ابني اسمع كلامي، الاسيد كان بيحول ليتمس بيبر لريد، والالكلاي كان بيحولها لبلو. انما احنا شخصيات نيوترال، يعني ملناش افكت. فعشان كده بيسموا الرياكشن ده نيوتراليزيشن. يجي في الامتحان يقول هو نوع الرياكشن ايه؟ قلت له نوعه او التايب، يعني اقصد. قال لي التايب دبل سبستيتيوشن. طب اسم الرياكشن ايه؟ قلت له اسم الرياكشن نيوتراليزيشن. ركز عشان تعرف امتى اقول الكلمه دي وامتى اقول الكلمه دي. لو سئلت عن النوع انا دبل سبستيتيوشن، لو سئلت عن الاسم انا نيوتراليزيشن. اي اسيد يا مستر مع اي الكلاي انا لازم اطلع سولت ووتر، لازم اطلع سولت ووتر. طب ما تديني اسيد تاني يا مستر؟ قلت له زي ال H2SO4 وزي ال CaOH all by 2. يلا يا فندم. قلت له بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. الاتش البوزيتيف هتروح تاخد الاو اتش. استاذ ده دي H2. لا يا بابا، ال2 دي بتاعت السلفيت، لان المفروض ان انا الاتش مونوفيلنت والسلفيت انا مذاكر انها دايفيلنت، فعشان كده انا كتبت H2SO4. انما لما احب بقى امشي واسيبك هسيب لك الداي بتاعتك، فانا باخد الاتش بس، وهكذا الاو اتش بس، لان برضو السي اي هو اللي داي والاو اتش هي اللي مونو، فلما بدلت كتبت سي اي او اتش اول باي 2. يعني ال 2 دي مش بتاعت الهيدروكسيد. هتسيب الجزء وتمشي، سيب له حاجته، حرام عليك. يبقى انا هاخد الاتش مع الاو اتش والاتنين مونو، ما انا قلت لك لازم نكون ميه.
اتبقى السي اي مع الاس او 4، قلت له السي اي داي والاس او 4 هي كمان داي، سمبليفاي كتبت سي اي اس او 4. ايه عايز ايه؟ قلت له بالانس. مجموعه الهيدروكسيد متكرره مرتين والاتش متكرره مرتين، قلت له ما انا هاخد الاثنين كومن اهي ويبقى كده اتبالانس. اي اسيد مع اي الكلاي انا لازم اكون سولت ووتر، سولت ووتر عشان خاطري في فرق بين الكايند وبين النيم. الكايند دبل سبستيتيوشن، النيم نيوتراليزيشن. النوع الثاني في الدبل قال لي انا هجيب سولت واشغله مع اسيد. ايه ده يا مستر؟ هنطلع ايه يا مستر؟ قلت له الرياكشن ده الريزلت النتيجه ديبندز معتمده على نوع السولت والاسيد. يعني عشان خاطري نوع السولت اللي في المنهج قال لي سولت كربونات، نوع السولت اللي في المنهج سولت كربونات، وادي الهيدروكلوريك اسيد. البرودكت اللي انا هنتجه هيتغير لو نوع الملح والاسيد اتغيروا. فخد بالك ان انت شغال مع سولت كربونات، لان يا ابني يا حبيبي السولت يسمى بمجموعة الانايون اللي معاه. السولت يسمى بمجموعة الانايون اللي معاه. الانايون دي اللي هي الجزء النيجاتيف. انا متأكد ان في ناس قاعدة مهتمية بالالفاظ. السولت بيتسمى بمجموعة الانايون اللي معاه. فعشان اجيب لك البرودكت اللي عندك في الكتاب انا عايز سولت كربونات. انا عايز سولت كربونات عشان اجيب لك الاجابه اللي عندك في الكتاب. انما لو غيرت نوع الملح ونوع الاسيد انا مش هجيب اللي في الكتاب. ركز، مش اي حد هيديك اللي انت مذاكره الا اذا كان الملح بتاعك اسمه كربونات. قلت له يلا بقى، ادي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، كل واحده هتسيب صاحبتها وتاخد واحده جديده. الان ايه زي ما اتفقت معاك في اللي قبل دي، ال2 دي مش بتاعتي كان ايه، ده بتاعت الكربونات. الان ايه هيروح يقعد مع السي ال، والاتش هتروح تقعد مع السي او 3. نعرفكم على بعض، انا مونوفيلنت وانت مونوفيلنت، اتبدلت فكتبت NaCl بلس الاتش مونوفيلنت والكربونات دايفيلنت. المفروض اكتب H2CO3. قال لي لو سمحت استحلفك بالله يا رب اشوفك دكتور، ده ويك اسيد ما بيظهرش على بعضه بالمنظر ده. انا هفككه يا فندم. H2 هاخد O من دول، ما عندهم 3 اوهات، انا هاخد O واحده، خطفت O واتبقى CO2. ده كده على بعضه H2O زائد CO2 اللي هو المفروض يتكتب H2CO3، بس ما بكتبوش H2CO3، بكتب H2O وكربون دايوكسيد اللي عملت الحصه اللي فاتت تربط لللايم ووتر. كل البرودكت ده هيتغير لو الملح بتاعك اتغير. بالعقل كده يا فندم، انت بتنتج غاز اسمه كربون دايوكسيد، هذا يعني ان انا لازم اكون شغال بملح اسمه كربونات. لازم كربونات، ما هو كربونات كربون دايوكسيد، كربونات كربون دايوكسيد. طبعا عايزه بالانس لان الصوديوم هنا 2 فهضرب هنا في 2، لقيت السي ال بقت 2 رحت كمان ضارب في 2. انا بقرر ان الريزلت بتاعي معتمد اعتماد كلي على نوع الملح ونوع الاسيد عشان الكومبليت، عشان الكوريكت، على نوع الملح ونوع الاسيد. الملح بتاعك بيتسمى باسم الانايون، في سولت اوف كربونات، في كلام تاني مش لازم اقوله بقى. انا عايز نوع الملح يكون كربونات عشان انتج الكربون دايوكسيد. قلت له تمام. اخر معادله في الدبل قال لي هجيب سولت مع سولت، فالراجل كاتب كده في الكتاب
سولت مع سولت بينتج سولت وبرضه سولت، بس واحد فيهم يا دكتور بيكون اقويص يعني على هيئه محلول، والاخر بيكون بريسيبيتيت على هيئه راصب. فالراجل قايل كده ان الكومباينيشن الاتحاد ما بين التو سولت اكامباني مصحوب بتكوين برسيبيتيت. هتحط ملح على ملح وتنفذ الدبل اكستشينج، انا لازم اكون برسيبيتيت. المثال اللي عندي NaCl اللي هو الصوديوم كلورايد، والAg NO3 اللي هو السيلفر نايتريت. جبت سولت سوليوشن اقويص عادي، مش مهم تكتبها، بس بقول لك اقويص يعني سولت سوليوشن محلول يعني بوزيتيف نيجاتيف بدل ال Na هتاخد ال NO3 مونو ومونو، والAg هتاخد الCl مونو ومونو، وبالتالي هطلع بره NaNO3 ده سوليوشن اللي كان اسمه صوديوم نايتريت سوليوشن لونه ابيض، والAgCl برسيبيتيت برضه لونه ابيض، بس ده ابيض برسيبيتيت راسب تحت. يبقى عندك 3 حالات للدبل سبستيتيوشن. كده انا خلصت السيرمال خلصت الدبل والسمبل سبستيتيوشن. نروح بقى للكبيره بتاعتهم بقى، النوع الاخير اسمه اوكسيديشن اند ريدكشن. قلت له الكلمتين دولت ممكن في بعض الكتب بينضموا لمعادله واحده او كلمه واحده اسمها ريدوكس. ما لقيتهاش يا عم اديك فهمتها وعرفتها. لو انا مش عايز اقول اوكسيديشن اند ريدكشن هاجي في ثانويه عامه اسمعها كلمه ريدوكس، ابقى فاهم ان هو قصده على التو بروسيس. التو بروسيس دولت مبدئيا كده كونكرنت يعني متلاحقتان، يعني بيحصلوا مع بعض. في اوكسيديشن يبقى في ريدكشن، في اوكسيديشن في ريدكشن، في اوكسيديشن في ريدكشن. مستر الاوكسيديشن والريدكشن ليها مبدئين. نبدا بالمبدا الاولاني. المبدا الاولاني مسمينه تراديشنال، المبدا التقليدي اللي هو معتمد على الاكسجين او الهيدروجين، او عشان خاطر ربنا. في هنا بقى تعريفات ومهم قوي لو انا فاهم هبدا اتعامل معاها. راجل اداني H2 بلس CuO اللي هو كان لونه بلاك، ثم قايلين في الاكتيفيتي ان الراجل ده مسخن، يعني كومباوند واليمنت ومسخنينهم بس، يعني متعرضين للهيت. مش قصدي حاجه، بس انا ككونديشنز محتاج حراره، يعني انا مش تبع الثيرمال ديكومبوزيشن زي ما اتفقنا، مش اي هيت هبقى ثيرمال. الثيرمال اهو كومباوند وبيتفكك، انا مش المنظر ده يا فندم، فما فيش داعي ان انا ادخلهم في بعض. المهم هطلع بره H2O زائد الCu لوحدي، قلت له ريد بريسيبيتيت. ركز بقى، عندنا كتير قوي على الجزئيه دي. انا عايز اعرف امتى بيحصل اوكسيديشن وامتى بيحصل ريدكشن. واللي بيحصل له اوكسيديشن اسمه reducing agent او فاكتور، واللي بيحصل له ريدكشن اسمه oxidizing agent. قلت له الاوكسيديشن chemical process in which نسبة الأكسجين بتزيد. قال لي أنا عكسها process in which
الاكسجين ديكريز. براقب المعادله بتاعتي يا دكاتره. ادي ال H2. شوفني بره ايه اللي حصل للتركيب بتاعي. انا دايما يا دكاتره بحدد الاكسيديشن والريدكشن من عند الرياكتنت. الرياكتنتس هم اللي بيحصل لهم، هم اللي بيخسروا من بعض، بيكسبوا من بعض، بيدوا بعض، حد بياخد حاجه من حد. لو الشخصيه بتاعتك لقيتها بره زادت اكسجين، يبقى انا حصل لي عمليه اوكسيديشن. ايوه يا مستر، ما هو الاكسجين ده مش هيجي لها من الهواء، ما هو هيجي لها من التاني. ما هو لو انت كسبت اكسجين هيبقى معناها ان انا خسرت اكسجين. يبقى انا يا مستر اللي حصل لي ريدكشن، وانا يا مستر اللي حصل لي اوكسيديشن. يبقى الاوكسيديشن انا براقب المعادله بتاعتي، بمسك الكومباوند، بمسك الاليمنت، بمسك السبستانس واشوفها بره. لقيتها بره نسبه الاكسجين زادت معاها، يبقى حصل لها اوكسيديشن. بديهيا كده هيبقى الشخص اللي جنبي انا اللي خدت من الاكسجين، فانا زدت فهو قل. ما هو انا H2 انا زدت O، قلت له وانا قلتها، يبقى زادت الاو عندي حصل معايا اوكسيديشن، نقصت الاو حصل معايا ريدكشن. فبيلقبوني بريديوسنج ايجنت. سبستانس تيك، انا سرقت الاكسجين. الاكسدايزنج انا خسرت، قلت له سبستانس جيفز الاكسجين. اور يا مستر، اور يا مستر، اور هقول لك معادله بس اعكس كله واكتب بدلها الهيدروجين. يبقى الاكسيديشن زياده اكسجين، قلت له يبقى نقص هيدروجين. الريدكشن الاكسجين قل، قلت له يبقى الهيدروجين هيزيد. قلت له الريديوسنج ايجنت باخد اكسجين، قلت له يبقى هدي هيدروجين. انا طلعت اكسجين، قلت له يبقى هاخد هيدروجين. اور يا دكتور، بس الاور والاور مش موجودين قدام حضرتك، فبالله عليك لما اجي معادله زي دي واقول لك هو ليه ال H2 حصل له اوكسيديشن، اوعى تجيب سيره ده هو بيشرح لك المبدا. انت بقى عندك ايكويجن، شوف ايه اللي حصل فيها. يعني بص كده يا فندم، لما اجي اعمل كده Fe2O3 زائد الCO، هطلع بره Fe زائد CO2. سيبك من البالانس خالص دلوقتي، تعال نناقش موضوع الاكسيديشن والريدكشن اكوردنج الاكسجين اور الهيدروجين. قال لي مبدئيا هنا مفيش هيدروجين يا مستر. قلت له ما هي يا فندم مش شرط تكون موجوده، عادي. انا اهو وطلعت بره لقيت نفسي Fe، قلت له انا كده شايف ان انت قليت اكسجين. قلت له انا اهو وطلعت بره CO2، قلت له انا كده شايف ان انا زدت اكسجين. اللي بيزيد مع الاكسجين بيبقى حصل له عمليه اوكسيديشن، واللي بيقل مع الاكسجين قلت له يبقى بيحصل له عمليه ريدكشن. واللي بيحصل له اوكسيديشن بنسميه ريديوسنج ايجنت، واللي بيحصل له ريدكشن بنسميه اوكسيدايزنج ايجنت. يا رب اكون فهمت. الاكسيديشن والريدكشن، الاكسيديشن والريدكشن الاثنين كونكارنت، لازم في اوكسيديشن في ريدكشن، لان انا خدت منك، انا زدت وانت قليت، فعشان كده الاثنين كونكارنت، الاثنين تيك بليس ان سيم تايم، الاثنين بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت. حد هياخد فلازم حد يديله. اللي هيزيد اكسجين اوكسيديشن، اللي هيقل اكسجين ريدكشن. اور واور، اعكس. بص كده يا فندم، ادي ال H2S اللي عايز يفهمها دي بره منهج، زائد
SO3 انا هطلع بره H2O زائد الاس قدامك اهي يا فندم، وبنقلها واتعامل معاها لو عايز تفهم موضوع الاور هيدروجين ده. المركب ده انا شايف ان انا قليت هيدروجين، انا شايف ان انا قليت اكسجين. راجع تعريفاتك هتلاقي لو قل الهيدروجين يبقى حصل اوكسيديشن، يعني انا الريديوسنج ايجنت. راجع تعريفاتك، نقص الاكسجين معناها ريدكشن. يبقى موضوع الهيدروجين هو موجود في الديفاين، بس مش عندي ايكويشن في الكتاب تشرحه. دي اللي في الكتاب شرح الاوكسيديشن والريدكشن وماشي الكلام مع الاكسجين. انما اللي انا عملتها لك دلوقتي اهي، خد ودي معاها تاني وامسك الكومباوند بره وجوه. مستر هو انت ليه خدت ال H2S مع الاس؟ يا عم خده اهو، يا عم انت زعلان ليه؟ انا لما خدته مع الاس لقيت ال H قلت، فقلت حصل اوكسيديشن يعني ريديوسنج ايجنت. عشان تاكد الكلام انا طلعت بره لقيت نفسي زايد او. طب ما هو زايد او يعني هزيد اكسجين، واللي زاد الاكسجين برضو معناها اوكسيديشن. ما تخافش، بس قارن الاليمنت، بلاش الاليمنت، السبستانس كانت وبقت. لقيت زياده اكسجين اور ديكريز هيدروجين انت اوكسيديشن. الشخص الثاني بقى لقيت ديكريز اكسجين اور انكريز هيدروجين انت ريدكشن. ده اول مبدا. المبدا الثاني قال لي المبدا الثاني يا فندم مبدا الكترونز. بقى قبل الالكترونز انا معلم الطلبه بتاعتي ان الاكسيديشن والريدكشن، بس المره دي اكوردنج الالكترونز. وبرضه بفكرك ان اللي بيحصل له اوكسيديشن بيتقال عليه ريديوسنج ايجنت، واللي بيحصل له ريدكشن بيتقال عليه اوكسيدايزنج ايجنت. بالراحه، الاوكسيديشن انا عايز لوز الكترون، والريدكشن انا عايز جين الكترون. يا رب بالله عليك احفظ الحته دي. اللوز الكترون ده بينتج منه زياده في البوزيتيف ساين او نقص في النيجاتيف ساين. انا العكس، انا بيحصل عندي زياده في النيجاتيف اور نقص ديكريز في البوزيتيف. واحده واحده بقى مستر. reducing agent substance lose electrons or more. substance gain electrons or more. قال substance ما قالش اتوم، ما ينفعش يقول اتوم. افتح كتابك كده واكتب معايا كده. لو انا شلت دي وكتبت اتوم lose electrons or more during chemical reaction، ده define البوزيتيف ايون بتاع اولى اعدادي. لو انا كتبت اتوم gain electrons or more انا كده بعمل define نيجاتيف ايون. لو رجعت ورايا في كتابك هتلاقي الريديوسنج ايجنت قايل سبستانس، ماده، ما قالش اتوم. يعني لو قال اتوم في الامتحان ودينا كلنا ورا الشمس. اتوم لوز الكترونز انا بتعامل مع بوزيتيف ايون، اتوم جين الكترونز انا بتعامل مع نيجاتيف ايون. مستر احل الموضوع ده ازاي يا مستر عشان تعبني يا مستر؟
قلت له لو معاك اتوم زي اكس حط فوق منها زيرو، لان لسه الاتوم نيوترال، ولا عملت لوز ولا عملت جين. وضح اكتر يا مستر. Na بلس Cl2 هطلع بره NaCl، وادي البالانس. دي اللي في الكتاب. قلت له هعمل لك واحده واثنين وثلاثه. ال Na ده اتوم، فباجي فوقيه يا دكتور واعمل زيرو. ليه يا مستر؟ قلت له اتوم، ولا عملت لوز ولا عملت جين. الكلوراين اتوم، هاجي فوق منه واعمل زيرو. دخلت نفسي لقيت نفسي كومباوند. انت قلت لي الحصه اللي فاتت والنهارده ان الكومباوند اوله بوزيتيف واخره نيجاتيف. بالراحه بقى يا مستر. الراجل ده كان زيرو وبقى بوزيتيف، حصل زياده في البوزيتيف. كان زيرو وبقى بوزيتيف، يبقى الراجل ده عمل لوز الكترون، واللي بيعمل لوز الكترون يبقى حصل له اوكسيديشن ويلقب بريديوسنج ايجنت. طب وانا قلت له انا كنت زيرو وطلعت بره نيجاتيف، يعني حصل زياده في النيجاتيف، يبقى الراجل ده حصل له عمليه ريدكشن، يبقى هو اوكسيدايزنج ايجنت. طب ما تيجي نفصصها كده ونستحمل بعض كده. انا قلت لك من الاول خالص ان الاوكسيديشن وريدكشن كونكارنت، يعني حد هيلوز لازم حد هيجين، ولازم نبقى بالانسد. يا ابني الصوديوم اصلا مونوفيلنت، فالمفروض يطرد ويخسر الكترونز ويتحول لصوديوم ايون، بس عشان احنا 2 صوديوم فكل واحده خسرت 1، ففي النهايه احنا خسرنا 2. دي كده معادله الاكسيديشن. بس لوز، الناس بتحتار لما تلاقي الاي موجوده بره. يا ابني ما هو انا خسرته، طردته. لما انا خسرتهم الكلوراين اللي هي السي ال مونوفيلنت، بس انا مش معايا سي ال واحده يا مستر، انا معايا 2. طب ما هو الواحده مننا لو انا خبيت ال2 دي كده الواحده عايزه 1. قلت له احنا 2 يبقى هناخد 2 يا مستر ونتحول لايون بقى يا مستر، اللي هو ده. بص بص بص، انا لو شلت دي مع دي ونقلت المعادله الاقي نفسي بكتب تاني كده اهو 2Na دول الرياكتنت مع ال Cl2 هطلع بره 2Na، انا كنت بوزيتيف فهاتراكت، وال2 كومن انا خلصت. يبقى دي لوحديها معادله الاكسيديشن، دي لوحديها معادله الريدكشن. تاني بس بامثله تانيه. يعني انا مثلا لما اقول انا مثلا هبقى Mg زي الكتاب ما كاتب مع ال HCl، المعادله كامله هيطلع بره Mg Cl2 زائد ال H2 ايفولف. معادله عاديه جدا وهعمل بالانس. يلا انا إيليمنت يا مستر اتوم، قلت له زيرو، وانا بوزيتيف في اول الكومباوند، وانا نيجاتيف يا استاذ، وانا نيجاتيف قصدي بوزيتيف، وانا النيجاتيف، وانا الزيرو. ده اتوم، عشان كده خد الزيرو. لقيته بره طالع بوزيتيف، يبقى حصل زياده. قلت له يبقى كده حصل عمليه لوز، هنفسرها الكترونز. قلت له يبقى حصل له اوكسيديشن ويلقب بريديوسنج ايجنت. تمام، قلت له تمام، ده كان بوزيتيف يا رب وتحول الى زيرو، يعني البوزيتيف قلت. طالما البوزيتيف قلت يبقى عملت جين وحصل لي ريدكشن. انا اللي حصل لي، انا ده اسمي هيدروجين ايون، ما اسميش هيدروجين. طب والكلوراين اللي هنا ده؟ قال لي ولا عمل حاجه، دخل ايون
وطلع ايون. طالما يا ابني هتخش ايون وتطلع ايون زي ما انت، ولا عملت لوز ولا عملت جين، يبقى انت بره الحوار خالص. ما تيجي نفصصها يا مستر. قلت له الام جي انا فاهم انا هخسر عشان انا ميتال، فهخسر 2 لان داي فيلنت، وهتحول ام جي بوزيتيف 2. انا معايا اتش بوزيتيف، محتاجه واحد بس. قلت له بس انا باعت لك 2. قال لي البالانس اهو. فلما جولي الاثنين كل واحده فينا خدت 1 وطلعت بره اتش 2. شيل وشيل، هتلاقي نفسك بتكتب المعادله الاصليه تاني. يعني انا يا مستر خلاصه الكلام، لو انا AL زائد CR بوزيتيف 3 هطلع بره كمان مره AL بوزيتيف 3 زائد CR. ناقش. قلت له AL ايليمنت اتوم، وانا مكتوب فوق مني بوزيتيف 3 وانا طلعت بوزيتيف 3 وانا زيرو يا مستر. قلت له كان زيرو والبوزيتيف زادت، يبقى حصل لوز الكترون. كان بوزيتيف 3 واختفت، قلت له يبقى البوزيتيف قلت. احفظهم دول بس، يبقى حصل جين. ده معناه يا دكتور ان انا خسران 3 فخدتهم. بص لما نيجي نفردها بقى، الالومنيوم خسر طرد 3 وتحول للاي ال البوزيتيف 3، يقوم السي ار اللي كان خسران خدهم ورجع سي ار. لازم لوز لازم جين، عشان كده الاثنين كونكارنت. عشان كده لو جيت بصيت على المعادلات الدبل سبستيوشن، ال NaCl مع ال AgNO3 او اي معادله يعني دبل سبستيوشن، انت بتعمل بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف وبتبدل، وبتقول لي NaNO3 زائد AgCl بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. قلت له كان بوزيتيف ولسه بوزيتيف، مفيش حاجه حصلت ولا قلت ولا زادت. كان نيجاتيف ولسه نيجاتيف، كان نيجاتيف ولسه نيجاتيف، كان بوزيتيف ولسه بوزيتيف. يعني في الدبل سبستيوشن there is no، مفيش lose or gain electrons. يعني في الدبل سبستيوشن no oxidation no reduction، ولا في oxidation ولا في reduction، ولا في oxidation ولا في reduction. ده في الدبل سبستيوشن. ليه؟ لان بعمل اكستشينج بتوين الايونز، باخد الايونز منك وادي لواحد تاني، باخد الايونز منك وادي واحد تاني. انما اخر واحده لما اخد 2HgO واسخنه هطلع بره 2Hg بلس O2. تعالى ناقش كومباوند. قلت له بقى ده بوزيتيف وده نيجاتيف. ايليمنت راجع الحفظ لو بتكتب. قلت له كان بوزيتيف والبوزيتيف بدأ يقل وصل زيرو. قلت له طالما البوزيتيف بيقل يبقى حصل جين الكترون، يعني حصل ريدكشن، وحصل بقى ان انا اسمي اوكسدايزنج ايجنت. ولو انا نيجاتيف وبقيت زيرو يبقى النيجاتيف قل. نيجاتيف قل معناها ان انا عملت عمليه جين، يعني حصل لك اوكسيديشن، يعني ريديوسنج ايجنت. دي الخلاصه هنا، ان انا امسك ايكويجن زيرو بوزيتيف واشوف الساينات اللي موجوده على الايكويجن وراعي بقى. والله زادت بوزيتيف قل النيجاتيف انا حصل لي اوكسيديشن، زاد النيجاتيف قل البوزيتيف انا حصل لي ريدكشن. كده انا شرحت بايجاز الليسون الاولاني. المره الجايه ان شاء الله تعالى هنعمل شيت ريفيجن عليه ونلم الافكار بتاعت الحل. السلام عليكم.